السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض الأسئلة من كتاب الامتحان عن درس نهر النيل والحضارات القديمة في قارة أفريقيا. طيب، عندي السؤال رقم 2 ده بيقول لي استعن بالخريطة التي أمامك في اختيار الإجابة الصحيحة. استعن بالخريطة، بيقول لي إيه؟ أي من دول حوض النيل التالية يمر بها دائرة الاستواء؟ أنا عندي دائرة الاستواء أهي، نجيب الخريطة أهي، الخريطة أهي. فين دائرة الاستواء؟ دائرة الاستواء أهي. خلاص، بتمر بدولة مين؟ بتمر بدولة كينيا أهي، ودولة مين؟ الكونغو، شايفينها؟ كينيا والكونغو. طبعا رواندا وبوراندي وتنزانيا تحتها. طب أدور على كينيا أو الكونغو، عندي هنا في عندي مين؟ في عندي كينيا، مفيش عندي الكونغو، يبقى الإجابة اللي هختارها مين؟ كينيا. طيب تعال نشوف السؤال التاني. يبدأ النيل الأزرق من بحيرة مين؟ فين النيل الأزرق ده؟ النيل الأزرق أهو، أهو النيل الأزرق أهو. البحيرة اسمها بحيرة الصغيرة دي يعني هقول له بحيرة تانا. يبقى بنقول النيل الأزرق بيبدأ منين؟ من بحيرة أهي تانا، يبقى نحطها تحت بحيرة تانا. السؤال اللي وراه بيقول لي أي من الدول الأفريقية الآتية يوجد بها روافد المنابع الموسمية لنهر النيل؟ هي المنابع الموسمية اللي هي مين؟ عطبرة والنيل الأزرق والصباط. طبعا المنابع الموسمية موجودة في هضبة مين؟ الحبشة أو هضبة أثيوبيا، من غير ما أجيب حتى الخريطة. معروف إن المنابع الموسمية موجودة في هضبة الحبشة وهضبة إيه؟ أثيوبيا. طيب تعال نكمل، بيقول ايه؟ تشترك عدة دول في المنابع الدائمة، في عدة دول تشترك في المنابع الدائمة نهر النيل، ومنها فين المنابع الدائمة؟ المنابع الدائمة هي اللي هي بحيرة فيكتوريا، بيشترك فيها مين؟ كينيا، تنزانيا اهي، الكونغو، رواندا وبوراندي. يبقى تاني كينيا اهي، ومين تاني؟ تنزانيا والكونغو. طب تعالى كده نشوف بيقول ايه. تشترك عدة دول في المنابع ومنها مين؟ أثيوبيا، هقول له غلط. أوغندا ولا السودان ولا إريتريا؟ طبعا التلاتة دول إيه؟ غلط، لأن أثيوبيا منابع إيه؟ موسمية. خلاص، أثيوبيا دي منبع إيه؟ موسمي. إنما أوغندا أهي على الخريطة إيه؟ فين أوغندا؟ أوغندا الجزء ده، ودي منابع ايه؟ استوائية. يبقى اختار مين؟ اوغندا. كان ممكن جاب لي مين؟ كان ممكن جاب لي كينيا، تنزانيا، الكونغو. طيب، بيقول لي احدى دول المنابع الدائمة لنهر النيل وتقع جنوب اهو بحيرة فيكتوريا. ادي البحيرة اهي، مين اللي جنوبها؟ تنزانيا، في جنوبها ايه؟ طيب اشوف كده الاختياري، جاب لي اهو تنزانيا اهي. يبقى احدى الدول منابع دائمة نهر النيل وتقع جنوب بحيرة فيكتوريا هي مين؟ هي تنزانيا. السؤال اللي بعده بيقول لي اكمل العبارات الاتية بمناسبها. اشار العالم الجغرافي جمال حمدان ان نهر النيل نقط المنبع. طبعا جمال حمدان قال لي ان نهر النيل ثنائي المنبع. يعني ايه ثنائي المنبع؟ يعني ليه منبعين، منبع موسمي اللي هو هضبة الحبشة، ومنبع دائمي اللي هو هضبة البحيرات الايه؟ الاستوائية. السؤال اللي بعده، قامت مصر بدفع تكاليف إنشاء خزان إيه في السودان توليد الطاقة الكهرومائية؟ طبعا مصر ساعدت السودان في إنشاء خزان مين؟ جبل الأولياء، عشان تستخدمه في توليد الطاقة الإيه؟ الكهرومائية من مياه نهر النيل. طيب، بيقول لي حرص المصريين القدماء على إقامة علاقات تجارية مع الحضارات المجاورة. المصريين عملوا علاقات تجارية مع الحضارات المجاورة لهم، مثل حضارتي مين؟ هقول له مثل حضارتي كوش وبلاد ايه؟ بوند. عملت علاقات مع كوش اللي هم بلاد السودان، ومع بلاد ايه؟ بوند. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي تمركزت حضارة كوش في بدايتها في مدينة نبتة. لو احنا كنا شايفينها كانت مدينة مين؟ نبتة. طيب، بعد كده انتقلت إلى مدينة ايه؟ مروي. مدينة مروي اللي عملوا فيها ايه؟ متحف يعتبر من أهرامات، تعتبر من ايه؟ أماكن تراثية ثقافية. طيب، يرجع الفضل في تأسيس مدينة قرطاج، فاكرين مين؟ للفينيقيين.
الفينيقيين كان لهم الفضل في تأسيس مدينة قرطاج عشان يستخدموها في طرق التجارة اللي بتعبر لأسبانيا. طيب كانت الحرف الرئيسية لحضارة قرطاج، طبعا قرطاج كانت الحرف الرئيسية لها مين؟ التجارة. الحرف الرئيسية كانت التجارة بسبب موقعها الجغرافي. طيب السؤال اللي بعده بيقول اختار الإجابة الصحيحة من بين البدائل. أي من الأشكال الآتية تشير إلى مساحة حوض النيل؟ طبعا احنا قلنا مساحة حوض النيل بتمثل 20% من مساحة مين؟ من مساحة قارة أفريقيا. طب ايه الرسم البياني اللي عندي هنا؟ بيشير لل20، 20 يعني أكتر من الربع. طبعا دي نص متنفعش، دي أقل من الربع. دي بقى اهي، دي ال20% أكتر من من الربع ب5%. مينفعش 3/4. يبقى هي الرسمة دي اللي هي كام؟ 20%. طب السؤال اللي بعده بيقول لي أي من الأنهار الآتية ينتمي للمنابع الدائمة نهر النيل؟ فاكرين المنابع الدائمة اللي هي عبارة عن ايه؟ هضبة فيكتوريا، وكمان قال نهر مين؟ كجيرة. هل نهر السوباط، النيل الأزرق، أقول له نهر مين؟ كجيرة. يبقى كجيرة بينتمي بينتمي للمنابع الدائمة، لأنه بيغذي بحيرة فيكتوريا من جهة الغرب. ركز في النقطة دي. كجيرة بداية نهر النيل من الجنوب، ويغذي بحيرة فيكتوريا من الغرب. طيب شوف الأسئلة اللي بعد كده. طبعا احنا هنحل الأسئلة دي يعني، وعايزاكم إن شاء الله تبقوا تكملوا بقية الأسئلة دي على القناة، هتلاقوا فيها أسئلة جميلة جدا حلها مع بعض. بيقول لي إيه؟ يصب نهر كاجيرا في بحيرة فيكتوريا من جهة، طبعا احنا سألنا من شوية، من الغرب. كاجيرا بيجي لبحيرة فيكتوريا بالمياه من جهة الغرب. قامت مصر بإنشاء خزان صنار على النيل الأزرق لصالح طبعا دولة برضو السودان. السودان عاملة فيها خزانين، جبل الأولياء وصنار. طيب تم إنشاء سد وين بدولة مين؟ طبعا بدولة أوغندا. في عندها دولة مين؟ أوغندا. سد وين بدولة أوغندا. من الجهود التي قامت بها مصر في حوض النيل حفر عشرات الآبار في مين؟ في كينيا. أنا زي ما قلت إن كينيا يا جماعة في عندها مشكلة إن مياه نهر النيل قليلة بالنسبة لها، لأن مياه نهر النيل ما بتحتلش إلا جزء بسيط من من أراضيها، فمصر بتساعدها في حفر الآبار. من الجهود التي قامت بها مصر بدول حوض النيل حفر قلنا عشرات الآبار في كينيا. ظهرت حضارات أقسم بالمنطقة توجد بها حاليا دولتي إثيوبيا وأريتريا. أريتريا هي إثيوبيا وأريتريا. تشابهت الحضارة المصرية القديمة وحضارة قرطاج في موقعهما على الاتنين بقوا على البحر مين؟ المتوسط. طيب هقول الحضارة الإفريقية سيطرت على بعض جزر البحر المتوسط نتيجة لموقعها الاستراتيجي، يبقى أكيد بتطل على البحر مين؟ المتوسط. وطبعا ما تنفعش مصر، إن مصر ما بنتكلمش، ما سيطرتش على جزر البحر المتوسط، ولكن هم قايلة مين؟ قرطاج. يبقى الإجابة عندي هنا مين؟ حضارة قرطاج. السؤال اللي بعده بيقول لي إيه؟ بيقول لي أقام الكوشيون علاقات تجارية من جهة الشرق مع مصر ولا قرطاج ولا أكسوم ولا اليونان؟ بنقول الكوشيون هقول عملوا علاقات تجارية من جهة الشرق مع مين؟ مع مصر. مع مين؟ مع أكسوم. أكسوم لأن أكسوم دي بالنسبة لها في أريتريا وأثيوبيا بالنسبة للشرق. طب مصر شمالها، مصر شمالها، أكسوم شرقها. طب أنا هقف عند القدر ده من الأسئلة. عايزين نتابع بقية الأسئلة ندخل على القناة إن شاء الله، هنلاقي فيها كل اللي احنا عايزينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.